الفيديو ده أنا عملته في الحقيقة بناءً على طلب كتير جدًا من متابعيني. الفيديو ده أنا باشتغل فيه وبنتعلم مع بعض إزاي ندهن الرجل من البداية لغاية لمّا نفنشها. في البداية الرجل طبعًا بنصنفرها كويس جدًا، مهم جدًا الصنفرة في كل المراحل قبل المرحلة دي البطانة، دي كده أنا باصبغها بحصى جوز وعليه مَيّة، وعملت اللون ده كان مناسب بالنسبة لي وصبغتها، وبعد أمّا صبغتها ابتديت بعد كده عملت قطنة مدوّرة زي ما حضراتكم شايفينها، وابتديت أدّي سيلر للرجل، ابتديت أدّي وش السيلر وارجع أصنفر، وأدّي وش السيلر وارجع أصنفر. طبعًا ما تنسوش لمّا تيجي الصنفرة، الصنفرة تكون ناعمة جدًا ما يعني أكنها حتة ورقة، يعني مثلًا ممكن نصنفر بصنفرة 1000 مثلًا، علشان ما تشيلش الدهانات، وكل أمّا الصنفرة بتكون ناعمة كل أمّا الشغل بتاعنا يكون ناعم. طبعًا أنا كل أمّا بادّي وش السيلر باعمل إيه، باصنفر. طب لو لقينا بعد كده في حاجة عايزة تتمعجن، باعمل معجونة بعد مثلًا وشين أو 3 من السيلر نفس لون الخشب، وبعد كده بامعجنها واصنفرها كويس، وبعد كده أرجع أدّي بالقطنة السيلر زي ما قُلت لحضراتكم، وبكده يبقى دهنا الرجول. وطبعًا عايز أقول لكل سِت بيت أو لكل سِت بتتعلم الدهان معايا، تاخدي بالِك لازم تلبسي الgloves علشان إيدِك ما تتبهدلش، لإن طبعًا الدهانات بتخش في الإيد وتطليعها بيكون صعب. وبكده النهارده اتعلمنا مع بعض إزاي ندهن الرجول الخشب الزان، وأشكركم شكرًا جزيلًا وإلى اللقاء، تحياتي أشرف شندي.